السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة أكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن تورلي بالفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وبتمنى يعجبكم. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على الرسول. أول حاجة معانا طاجن هنضيف فيه بطاطس، ومعانا بصل متقطع شرايح، وهنضيف فيه بسلة وجزر، وهنضيف فلفل أخضر وفلفل حار. الطاجن بتاعنا بتضيفوا فيه اي خضار بتحبوه، وممكن تشيلوا منه اي خضار انتوا مش بتحبوه، مفيش اي مشكلة. بعد كده هنضيف البهارات بتاعتنا، معلقة صغيرة من الكزبرة ومن الكمون ومن الفلفل الاسمر والملح، وهنقلب الخضار كله مع بعضه. بعد كده هنجيب عصير طماطم هنضيف فيه معلقة صغيرة من الكزبرة ومن الكمون ومن الشطة ومن الفلفل الاسمر ومن الملح، وهنضيف عليه معلقة كبيرة من الخل وعصير ليمونة. الشطة اختياري. بعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد ما قلبنا التتبيلة بتاعتنا هنبدأ نضيف الفراخ المغسولة والمنقوعة كويس جدا، وعملنا فيها فتحات زي ما انتوا شايفين علشان تتشرب التتبيلة بتاعتنا وتدينا طعم حلو. وهنسيب الفراخ بتاعتنا في التتبيلة لمدة ساعة او ساعتين. بعد كده هنضيفها في الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نرص الفراخ بتاعتنا في الطاجن. بعد ما رصينا الفراخ بتاعتنا في الطاجن هنبدأ نضيف باقي التتبيلة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هندخل الفراخ بتاعتنا الفرن علشان تستوي على درجة حرارة 180. بعد ما دخلنا الفراخ بتاعتنا هنبدأ نعمل العجينة اللي هنغطي بيها الطاجن. معانا كوباية دقيق، رشة ملح، ونص معلقة صغيرة من السكر، معلقة من الخميرة، معلقة من الزيت، وهنعجنهم بلبن. اللبن بتاعنا لازم يكون دافي عشان الخميرة بتاعتنا تشتغل وتخمر بسرعة. بعد ما ضفنا اللبن بتاعنا هنبدأ نعجن العجينة لحد ما تلم معانا. بعد ما لمينا العجينة بتاعتنا هنسيبها تخمر. هنغطيها الأول وهنسيبها تخمر في مكان دافي. بعد كده هنعمل جنب الطاجن بتاعنا رز بشعرية. أول حاجة هنجيب حلة على النار هنسيبها تسخن. بعد كده هنضيف شوية من الزيت، هننزل بالشعرية بتاعتنا وهنبدأ نقلبها كويس جدا علشان تاخد معانا اللون الذهبي الجميل. اول ما الشعرية بتاخد معانا اللون الذهبي هنبدأ نضيف الرز بتاعنا متنقي ومغسول كويس جدا ومتصفي من المية. بعد ما ضفنا الرز هنقلبه مع الشعرية زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نضيف الملح. بعد كده هنبدأ نضيف المية زي ما انتوا شايفين. المية بتغطي الرز. بعد كده هنغطي على الرز بتاعنا وهنسيبه على نار عالية لحد ما الرز بتاعنا يتشرب المية. بعد كده هنهدي النار عليه لحد ما يستوي معانا. بعد كده هنفرد العجينة بعد ما خمرت اللي هنغطي بيها الطاجن. بنضيف رشة دقيق. بعد كده هنفرد العجينة بايدينا او بالنشابة علشان نغطي بيها الطاجن بتاعنا. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما اخد لون تحت الشواية. بعد كده بنغطي الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالعجين. هنجيب بيضة وهنضيف عليها معلقتين من اللبن. بعد كده هنضرب البيض واللبن مع بعض كويس جدا. هنضيف عليهم رشة فلفل اسمر او فانيليا. بعد كده هنبدأ ندهن العجين بتاعنا.
بعد ما دهنا العجين بتاعنا هنبدأ نضيف عليها حبة البركة. بعد ما ضفنا حبة البركة هنبدأ نضيف عليها رشة من السمسم زي ما انتوا شايفين. وكده الطاجن بتاعنا هيكون جاهز يدخل الفرن. هندخل الطاجن بتاعنا تحت الشواية ياخد لون على نار هادية زي ما انتوا شايفين، وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما خرج. كده نكون عملنا احلى طاجن تورلي بالفراخ. جربوه بجد هيعجبكم قوي. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.